السلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال يا ربي. نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله على القناه ديالنا. كنتمنى يا ربي في هاد العواشر هادي يدخلها عليكم بالصحه وبالسلامه وبطول العمر وبالرزق وبكل حاجه زوينه كتمناوها ليكم ولوليداتكم ولوالديكم يا سميع يا عليم. غبرت عليكم شويه، عارفه راسي غبرت، ولكن للضرورة أحكام. كنحاول أنني نطلع لكم هكا مرة بشي حوايج هكا اللي نستافدو منهم كاملين، وشي حوايج اللي تا أنا درتهم جدادين كنبغي هكا نبارطاجيهم معكم، خصوصا في هذا الشهر الكريم هذا، اللي واحد الشهر اللي عظم عند رب العظيم، واحد الشهر اللي ماشي فحال كاع الشهورا. كيجي مرة واحدة في العام وكنكونوا فرحانين ليه، وجميع الدول الإسلامية كتكون فرحانة ليه. وخصوصا حنا في المغرب عندنا واحد العادات، واحد التقاليد اللي زوينين بزاف بزاف بزاف، اللي العالم كامل كيعترف بهم. فالحمد لله على هاد النعمه هادي، ودرت هاد الفيديو هذا اليوم باش نشاركها معكم، وفي نفس الوقت نهضروا هكا شويه على هذا الشهر الكريم اللي كيف ما قلت لكم كيجي مره في العام، والاجر ديالو عظيم عند رب العظيم. وبزاف ديال الناس اللي ما عارفينش القيمه ديالته. فاليوم درت هاد لا فيديو هادي غير باش نوضح شي حويجات، ونتمنى من الله يعني لا فيديو تلقى واحد الاعجاب ونستافدوا كاملين. المهم البنات، كيف ما كتشوفوا دابا كتحلوا اليوتيوب كتلقاو تبارك الله تحضيرات رمضان تحضيرات رمضان. هادو بريوات، هذا زلو، هذا شباكيه، هذا والناس كتجري والناس مفتونه والناس لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي من حكم داكشي اللي حلينا فيه عينينا واللي كبرنا فيه، ولكن ما خصناش ننساو واحد الجانب اللي هو مهم عند رب العظيم، حيت هذا الشهر هذا هو الشهر اللي نزل فيه القرآن. هاد الشهر يعني يعني شهر ديال المغفرة، شهر ديال الانسان كيراجع نفسه، كيشوف الاخطاء ديالو، كيحاول انه يصلح من نفسيته، بزاف ديال الحوايج. فما كاينلاش اننا نضيعوا هاد الشهر هذا في الكوزينه. وجد 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 وجد، كتلقاي مسكينه المراه، وخصوصا العيالات، يعني كنهضر بصفه عامه، حيت حنا صراحه الله اللي كناكلوا الدق في هاد رمضان هذا. الرجال الله يحسن العوان، ولكن راه كتلقى المراه مسكينه، ودر الظهر في الكوزينه، ودر العصر باقا في الكوزينه، ودر المغرب باقا جايبه البراد وجايه به مسكينه كتساقف. ايوا مسكينه كتبقى واقفه، زيد الفطور، زيد هذا، عطي لهذا، وجد لهذا. كاينه اللي مسكينه كتصلي العشاء وكتبقى مسكينه ساجده حتى كيودن عليها الفجر وهي ساجده. اش غادي نقول لك، والله العظيم الا الفتنه. فنتحاولوا اننا هذا الشهر هذا آه ن... نوجدوا الشهيوات، ما فيها حتى شي عيب، والاجر ديال انك تفطري الصائم مع واحد الاجر كبير عند سيدي ربي العظيم، ولكن دين ودنيا. كما قلت لكم هذا الشهر هذا عظيم عند سيدي ربي العظيم، ان نستافدوا من الوقت ديالو، نحاولوا اننا نديروا اللي قسم الله وما نجهدوش نفسنا، ويكون وقتنا للطاعات اكثر ما هو الماكله. حيت راه ما يمكنش انك غادي تضيعي شهر كامل وانت غير في الكوزينه، واللي كديري اليوم كتعاودي غدا، والتعب والصهير. يعني نحاولوا اننا نستغلوا وقتنا، يعني اللي ما كيقراش القران يقرا القران، اللي ما كيصليش يصلي، اللي كيصوم داك الصيام غير نص نص، يحاول انه يضبط الصيام ديالو. اما داك اللي مقطوعين، انا تنقول لكم اخويا غير فطروا، حيت باش اخويا تصوم وتقتل ما ليها حتى شي حاجه. يعني كاين هذاك النوع الله يرد بهم، الله يسمح عليهم، كتلقايه غا صايمه على الماكله. ما نقولش لك راه بلا، عاد نفسي حداه ينوض معاك، زيد المضاربات، زيد الصداعات، زيد الغواتات، زيد ما عرفت شنو، بنادم الله يستر، عام الهوط، عجري عليا نجري عليك. فنحاولوا اننا نستافدوا من هذا الشهر هذا بقدر الامكان. والدعوات ديالو تتكون مستجابه قسما بالله البنات، اللي عن تجربه، ويكون الالحاح في الدعاء، ويكون داك الدعاء بنيه صادقه، ولكن يكون داك الدعاء اللي زوين. راه حتى سيدي ربي العظيم ملي كيشوف واحد الطلب انه فيه الخير لهداك الانسان راه كيعطيه ليه. كيف ما قلت لكم هذا الشهر هذا يعني دائما عند سيدي ربي العظيم، وفيه واحد الليله اللي ليله القدر خير من الف شهر، اللي اي واحد فينا كيتمنى انه الدعاء ديالو يصادف هذه الليله هذه. اللي بغات الذريه الصالحه، اللي بغات الزوج الصالح، اللي بغات الرزق، اللي بغات صلاح الاولاد. المهم
اي حاجه فيها منفعه ليك دعيو بها في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر العظيم، في هذه الايام المباركه عند سيدي ربي العظيم. وبلا ما نبقاو نضيعوا وقتنا في الكوزينه وفي الماكله، ووجد وجد وجد وجد، راه هذاك غير تضييع ديال الصحه. والمشكله هو انك كتاكلي كتفطري كتخرجي كتلقاي الناس كتشري في الماكله، كتعرفي بانك راكي عاد ضيعتي وقتك في ديك الكوزينه، ما انت مصليه، ما انت داعيه بخاطرك، ما انت مرتاحه، ما انت قايمه الليل، ما انت مصليه التراويح وانت مستافده منهم. كاين اللي كيبقى عا كيهبط وكيطلع كيهبط وكيطلع بقوه العيا، راه حيتي نورمال. عرفتي راه شنو هي؟ تبقاي في الكوزينه مني كتحلي عينيك حتى كيقول المغرب الله اكبر، راه ماشي لوجيك والله العظيم. راه خاصكم تعرفوا راه حنا الوحيدين، يمكن المغرب الوحيد صراحه الله على ما شفت انا، حنا الوحيدين اللي كنبقاو في الكوزينه. يعني بداكشي الكرم اللي عندنا صافي بقى لينا في الدم. خاصنا رمضان هو يعني الشهر ديال العباده، هو اللي حنا خاصنا نبقاو نتعبوا فيه، وهذا راه غلط. واش كنقول لكم؟ كنتمنى من الله يا ربي يسر لكم اموركم، الله يسهلها عليكم. اللي كيتمنى شي حاجه ديال الخير يا ربي تيسرها ليه، واللي مات الله يرحمه، واللي فقد شي عزيز الله يصبروا عليه، والله يرحم جميع امه محمد. وهذا الشهر هذا نستقبله بواحد الفرحه وواحد الحب. ما نكذبش عليكم، انا فرحانه صراحه الله الحمد لله. وكنتمنى سيدي ربي العظيم الله يبلغوا لينا لا فاقدين ولا مفقودين، والله يفرحكم، والله يجيب لكم الرزق معاه، والله يتسر لكم اموركم، والله يثبتنا ويثبتكم ان شاء الله في صلاتنا وفي دعائنا وفي كل حاجه فيها الخير. المهم البنات، انا من هذا الشهر هذا كيعجبني بزاف وكنفرح به، وكنبغي ضروري ناخذ شي حاجه اللي جديده، شي حاجه اللي نفرح بها. مهم من اول حاجه خديتها البنات، خديت هو هذا كيقولوا ليه هنا الاسدال، معروف هذا ديال الصلاه، بلاتي نوريه لكم. مهم البنات، المهم هنا غادي تشوفوا رانا دايره هذيك ديال رمضان الكريم، بلاتي نوريها لكم. ها هي باينه، انايا حطيتهم. المهم راه دايره داك الديكورات وداكشي. صافي. وهذا هو الشكل ديال الاسدال، كيجي هكا، راه كيجي طويل، راه مغطي حتى لتحت، راه مغطي الرجيلات، راه ما تيبانوش. يعني هذا بالنسبه للصلاه، باش هكا ملي كتصلي حتى الناس اللي ما كتبغيش تلبس هكا التقشرات كديريه، راه طويل كيجي الشكل ديالو بحال هكا. المهم كنحاول هكا نبينو ليكم. صافي. وخديت هاد العبايه هادي هكا الاستقبال، ولا هكا الا جا عندنا شي حد، ولا هكا الا تعرضنا. شوفوا الشكل ديالها كيجي زوين، فيها هاد لي موتيف هادو كيجيو زوينين بالشال ديالها. فين هو الشال؟ فين مشى الشال؟ يجي لهنا عاد دابا جبدتو، فين مشى؟ ايوا هانتي دابا منين بغينا الشال ما لقيناه. ويلي فين مشيتي؟ يمكن طاح ليا. ها هو، ها هو البنات. هذا الشال ديالها ما كنت معلقاه، حتى هو فيه هذا هاد العقيق هذا يجي زوين، كتجي زوينه وطويله البنات، ولكن كتجمع من الداخل باش كتجي بحال الشكل ديال الفراشه. هاد العقيق هذا راه هابط حتى لتحت، هانتوما شتي راه هابط حتى لتحت. ولكن اهم حاجه اللي خديتها واللي فرحانه بها بزاف هي اللي غنشارك معكم دابا. هذه البنات هي احسن حاجه اللي فرحانه بها، وما نكذبش عليكم. اللي خديتها وكنت يعني باغياها، والحمد لله لقيتها. هو هذا البنات مصحف ديال التهجد اللي زوين بزاف. هذا خديته من المكتبه ديال الازهر اللي معروفه هنايا. ها هو مصحف ديال التهجد زوين يا البنات. ما نكذبش عليكم، فرحت به بزاف 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 بزاف. يعني هادو من الحوايج اللي تنفيذ الامر لله في القيام، اقم الصلاه صلوات لدلوك الشمس الى غسق الليل، وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا، والتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أنا كاتبينها يعني القيمة ديال التهجد اللي زوين بزاف وما شاء الله. شوفوا قداش البنات، وما انا غادي نصور لكم هكا غير باش تشوفوه.
ما شاء الله ما شاء الله. حتى الخامة ديال المصاحف ديال اللي خديت الصفاء ديال الورقة، يعني الورقة اللي نظيفة ماشي داك الورقة اللي دغيا كتقطع. صراحة الله. كانت هذه هي واحد الحاجة اللي زوينة بزاف واللي فرحانة بها بزاف واللي عجباتني، وقلتها كنبارطاجيها معكم، حيت هادشي اللي غنديو معانا، ما غنديو معانا لا داك الماكله اللي بقينا في الكوزينه، لا هم ومشاكل وغم غنديو معانا الا العمل الصالح والنيه الصالحه اللي غادي ان شاء الله نديروها في هذا الشهر الكريم. البنات جات واحد لابيل وقطعت لي المكالمه. المهم كيف ما قلت لكم هذا احسن حاجه خديتها في هذا الشهر الكريم وفرحانه به بزاف. كيف ما قلت لكم الله يقدرنا ان شاء الله على قراءه القران، ويا ربي يقدرنا ان شاء الله ونختموا ستيل حزب مع بعضياتنا. هذا ما كنقول لكم رمضان كريم مسبقا. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد باذن الله. نتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم. خليت لكم راحه في امان الله.